الخطاب اللي وجهه النادي الاهلي لاتحاد الكوره وبيفكروا فيه بانه قال في 18 سبتمبر اللي فات ان هو هيعين خبير اجنبي في لجنه التحكيم. واقع الامر انه لم يكن مجرد خطاب، ولكنه انذار مبكر واحتجاج. انذار مبكر انه اللي جاي ممكن يبقى مساله يعني في الباي باي، وانه لازم يبقى فيه تحرك يعني سريع لانه الدنيا مش هتمشي صح. واحتجاج في نفس الوقت. اعتقد انه احتجاج على ما حدث في مباراة الزمالك والبنك الاهلي. ليه؟ لانه الجواب طلع بعد المباراة بتاعت الزمالك وقبل مباراة الاهلي وسيراميكا، وبتحمل صيغة الاحتجاج في السطور الاخيرة فيه انه الاسبوع الاول او المباراه الاولى بتشير لان القصة، فيعني من غير ما الدنيا تلف حوالين بعضيها هو كان احتجاج وانذار مبكر في نفس الوقت. وده حق لكل النادي، كل الناس وكل الانديه ان هي يعني تتصرف كما تشاء، لكن برضه من حق الناس كلها ان هي تفهم كما تريد. لو ما كانش انذار ولا احتجاج كان ممكن جدا قبل بدايه الموسم، قبلها بيوم واحد، كابتن الخطيب يرفع السماعه على الكابتن جمال علام ويقول له في التليفون: والله يا كابتن جيمي، انتوا قلتوا ان انتوا هتعملوا كذا وكذا وان الخبير الاجنبي هيجي وان الدنيا هتمشي كده صح. فيقوم الكابتن جمال يقول له: والله يا كابتن بيبو، احنا يعني الدنيا مزرجنه معانا وازمه الدولار ومفيش فلوس. جددنا الثقه في الكابتن محمد فاروق وكان قدم استقالته. تمسكنا بالكابتن ابراهيم نور الدين، كان عامل استقاله مسببه لبينا بعض طلباته وهي الدنيا هتمشي. وبعدين يا كابتن بيبو، ما احنا جبنا الاجانب، الحكام الاجانب نفسهم في الملعب، وبرضه حصل ان هم برضه يعني كان لهم اخطائهم، فيعني عايزين نمشيها السنه دي كده. كان ممكن التليفون ده يبقى اللي هيتوصل ليه الكابتن خطيب والكابتن جمال علام، هتمشي الامور والناس مش هتفتكر 18 سبتمبر، لكن انه الجواب يطلع بعد ماتش الزمالك والبنك الاهلي. زي ما بقول لكم كده، ده انذار مبكر واحتجاج في نفس الوقت. طيب، لو اتحاد الكوره استجاب وتكركبت الدنيا واتخض وبدا يفكر في الخبير الاجنبي، لان خلاص الاسبوع الاول فيه اخطاء كتيره والدنيا خلاص كل عام وانتم بخير، يعني المساله فيها يعني هتبدا بقى ايه، عمليه الكلام الكتير في التحكيم والاتهامات والخزعبلات هتمشي. طيب، لو الاتحاد الكوره مشي في سكه الحكم الاجنبي او الخبير الاجنبي، ايه اللي هيتقال؟ هيتقال ان الاتحاد رضخ لرغبه النادي الاهلي، رغم ان الرابطه او الاتحاد قالوا انه جاي اجنبي في 18 سبتمبر، لكن انا بتكلم على فكره انه اعاده النظر في مساله ان الخبير الاجنبي يجي بعد اللي حصل من الجواب اللي راح من النادي الاهلي. هيتقال ايه؟ هيتقال ان اتحاد الكره رضخ للاهلي، اتحاد الكره استجاب للاهلي، الاهلي ماشي كلامه على اتحاد الكوره. هيتقال حاجه تانية غير كده؟ تمام. طب لو ما جابش، اتحاد الكوره هيمشي بعد يعني شهر ونص، اقل من شهرين، هيعمل بقى فتوة بقى ان انا همشي كلامي ومش هجيب وتسيب الدنيا كده مثلا يحصل فيها جدل كبير، ولا يحصل حوارات ومش عارف ايه وقصص وروايات. انا بس والله بحذر من القصه الموسم اللي في اول الاسبوع والدنيا تقدر تقول يعني كده بكل اسف انها وبدون اي داعي اتكركبت. كل عام وانتم بخير.